venom still writhes upon this world, a filthy ember clinging to flesh and stone. It hides, it claws, it dreams of defiance, but I have come with the hunger of eons to smother that spark, to bend every symbiote and mortal knee. This threat is beyond any single hero. Magic, time, reality itself, all are at stake. We must stand united, or everything collapses. Whatever's coming, whatever's out there, we face it together. This ends now, for the Earth, for everyone. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي. فيلمنا بيبدأ سنة 1996 في مصحة عقلية فيها مضطرب نفسي اسمه كليتوس وحبيبته فرانسيس، وبيكونوا محبوسين جنب بعض، وبيقدر يتكلم معاها وبيسألها الدكتور قال لك ايه، وبتقوله ان قوة التحول اللي عندها بدأت تتطور وبقت قوية جدا، وانها خايفة تأذي اللي حواليها كمان، وخايفة ينقلوها المكان في ناس متحولين زيها بسبب قوتها، وتبعد عن حبيبها وبيقول لها محدش يقدر يبعدك عني. وفعلا بيحاولوا ينقلوها وحبيبها ما بيقدرش يعمل حاجة، وبيشوفهم هما بينقلوها بس لانه محبوس. ولما العربية اللي بتنقل فرانسيس ومعاها الضابط جرام بتتحرك وبتصرخ بصوت عالي عشان تأذي جرام المسؤول عن عملية نقلها، وبتدمر ودنه لدرجة انه بيكون أصم، وبيطلع جرام المسدس وبيضربها بيه، وبتقع من العربية وبيغمى عليها. ولما بتفوق بتلاقي نفسها محبوسة في أوضة فيها عزل للصوت عشان ما تأذيش حد بقوتها، والأوضة دي بتكون في مصحة تانية للناس اللي عندهم قدرات غير طبيعية. وبعد سنين في الوقت الحالي بنكون مع الدكتورة المسؤولة عن حالة فرانسيس، وبتراقب دخول طقم طبي عندها ومعاهم الأكل والجرايد بتاعتها، وبيكونوا عاملين احتياطاتهم وبيبقوا سادين ودنهم بعزل للصوت عشان فرانسيس ما تعرفش تأذيهم بقوتها، وبيكونوا خايفين منها. وبتشوف فرانسيس حبيبها كليتوس وبيبقى محتمل انه يتعدم لانه متهم في جرائم قتل كتير، والدكتورة بتقول لها ان اخيرا حبيبك هيتعدم والعالم هيكون امان اكتر. وبيبقى اللي كاتب المقال ده ايدي، وبسبب المقال كليتوس قال في تحقيقاته انه مش هيتكلم ولا يعترف باي تفاصيل الا في وجود ايدي. والمحقق جرام بيطلب من ايدي يقابل كليتوس، وايدي ما بيكونش عاوز يقابله، لكن المحقق جرام بيكون مصمم عشان محتاجين يعرفوا المكان اللي كليتوس حرق فيه الجثث المفقوده. وجرام بيطلب من ايدي انه يعمل حاجه صح ولو لمره واحده في حياته. وبالمناسبه ايدي بيكون عايش جواه كائن فضائي اسمه فينوم، ولو عايزين تعرفوا عايش جواه ازاي اتفرجوا على ملخص فينوم الجزء الاول، هسيب اللينك بتاعه في الوصف تحت. ولما جرام بيمشي بيحاول فينوم ياكله لان كلامه ضايقه، وايدي بيسحب فينوم بسرعه وبيدخل الحمام الحريمي وبيتخانقوا مع بعض، وبيكون في واحده في الحمام اللي جنبهم وسامعه اللي بيحصل وخايفه. وبيكون فينوم متضايق من ايدي لانه بوظ علاقته مع حبيبته ان ووحشت فينوم، وبيروح ايدي للسجن اللي فيه كليتوس عشان يقابله، وبيساله انت ليه طلبت تقابلني، ورد عليه كليتوس عاوزك توصل رساله لمعجبيني وهديك قصتي اللي هتحتاجها مني. ووافق ايدي على عرض كليتوس، وبيتكلم كليتوس عن كنيسه كاتدرائيه وبيطلب منه يكتب اللي هو قاله في المقاله، وبعد كده بيحكي قصته. ولما بيخلص ايدي اللقاء وهو خارج، فينوم بيشوف رسومات على الحيطه اللي في زنزانه كليتوس، وايدي ما بيكونش فاهم الرسومات، وبيروح ايدي يركب الموتوسيكل بتاعه وبيقول له جرام انه محتاج يعرف معلومات عن كليتوس في اسرع وقت. وبيروح البيت وبيبدأ فينوم يسيطر على جسمه وبيتحكم فيه، وبيرسم كل الرسومات اللي شافها في زنزانة كليتوس. وبيكون ايدي مش فاهم فينوم بيرسم ايه، وبيرسم فينوم رسمة تانية من الموجودين في الزنزانة وبيقارنها بصورة مكان مرفوع على الانترنت. فبيفهم ايدي ان ده كان موقع كليتوس بيدفن فيه ضحاياه، وبلغ الشرطة بالمكان وفعلا اكتشفوا فيه عدد كبير من الجثث المدفونة. وبتتكلم الصحافة عن ايدي لان هو اللي اكتشف المكان ده، وبتصرخ فرانسيس بصوت عالي بعد ما بتقرا خبر الحكم بالاعدام على حبيبها كليتوس لانهم عرفوا يثبتوا الجريمة عليه. وايدي بيروح لبيته بالليل وبيتفرج على الخبر بتاعه على التلفزيون، وبيكون فينوم محتاج يتخلص من كل الاشرار اللي في المدينه عشان ياكل راسهم لانه زهق من الفراخ والحلويات اللي ايدي بياكلها له. لكن ايدي بيرفض عشان لو حد عرف ان فينوم موجود هيكون في خطر عليهم الاتنين. وايدي بيقول طول ما انت عايش في جسمي لازم تلتزم بقوانيني، وفينوم بيقول له انا عايش في جسمك لان مش لاقي غيرك للاسف. وبيكون فينوم جعان وبيضطر ايدي ينزل عشان يجيب له حلويات من السوبر ماركت بتاعه تشين، وبتكون تشين عارفه فينوم بس تشين ما بتستقبلش اخر شحنه من الحلويات، فبيضطر فينوم انه ياكل فراخ حيه. وبيكون فينوم متعصب لانه ما بيحبش ياكل غير الحلويات او راس البشر، وبيكون قرف من كتر اكل الفراخ، وبيكون شايف انه اقوى من انه يستخبى في بيت ايدي. ولما بيكون على سطح مبنى من المباني بيكون في حرامي بيسرق واحده ست في الشارع، وبيفرح فينوم عشان اخيرا لقى بشري شرير وهيقدر ياكل راسه. ولما بيمسك الحرامي ايدي بيمنعه من اكل الحرام، فبيتعصب فينوم وبيرميه في الزباله وبيجري على سطح المباني. وبتتصل ان حبيبه ايدي القديمه عليه، وفجاه بيختفي فينوم وبيكون مبسوط، وايدي بيتعلق على سطح المبنى وبيرد عليها وبتطلب منه يقابلها تاني يوم، وبيكون فرحان لانه اعتقد انها انفصلت عن حبيبها دان وهترجع له. وبيروح تاني يوم يقابلها في مطعم وبيظبط فينوم شعر ايدي عشان يكون شكله حلو لان فينوم بيحبها، وبتقول له ان دان طلب منها الجواز. وفينوم بيتعصب، وقام بتطلب منه انها محتاجه انه يقول لها مبروك ويفرح لها حتى لو بيكذب عليها، لكن بيتضايق ايدي من كلامها وبيبارك لها على الخطوبه، وبيمشي على الطريق بالموتوسيكل بتاعه بسرعه كبيره. وبيقول لفينوم ان دايما بيعالج الالم اللي في جسمه لكن مش عارف يعالج الالم اللي في قلبه، وبيحاول ينتحر بس فينوم بيلحقه في اخر لحظه
وبيقول له ان الالم العاطفي اصعب من اي الم وبيدوم فترة طويلة، وكل اللي عليك تحاول تتحمل. وفي تاني يوم بيحاول فينوم انه يعمل اكل لايدي وهو بيسمع موسيقى، وبيجيب فينوم البريد وبيلاقي ايدي رسالة من كريتوس كاتب فيها قصة حياته. وبيكون كريتوس وهو طفل قتل جدته القعيدة لما وقعها من على السلم، وقتل امه لما رمى مجفف الشعر في البانيو وكهربها، واضطر ابوه يوديه دار اطفال وكان بيتعرض للضرب كتير فيه، وكانت فرانسيس هي الوحيدة اللي بتدافع عنه بقوتها الخارقة. وكمان بيطلب في رسالته من ايدي انه يحضر تنفيذ حكم الاعدام، وبيوافق ايدي على طلبه عشان شايف ان هو السبب فيه. لكن فينوم بينصحه ما يحضرش، وان كليتوس هو السبب في اعدامه لما قرر انه يتصرف شبه المجانين ويقتل الناس. لكن ايدي برضه بيقرر انه يروح السجن لكليتوس، وفينوم بيكون شايف ان السجن بوفيه مفتوح لان كل المساجين ناس اشرار وحلال اكلهم، وكمان محدش هيهتم لو كلت حبة منهم. وبيعمل ايدي لقاء مع كليتوس وبيسجله بالمسجل الصوتي، وبيقول كليتوس كلام ملوش اي معنى بالنسبة لايدي، وبيطلع ان كل اللي كليتوس عايزه انه يكون ليه اسرة. وبيستغرب ايدي لان كليتوس قتل جدته وامه، وبيسأله ايدي هو عاوز يقول ايه قبل ما يموت، وبيتمنى لايدي انه يعيش وحيد طول عمره وقلبه يتكسر. وبيقول لايدي انت اسوأ حاجة بتحصل لكل اللي بيحبك، زي ما استغلت خطيبتك وقتلت امك لما خرجت من بطنها. فبيتعصب فينوم وبيضرب كريتوس، لكن كليتوس بيعض ايدي وبسرعة بيفصل الامن ما بينهم. وبيستغرب كريتوس من طعم دم ايدي لانه عارف طعم الدم الطبيعي، وبيقول بصوت عالي ان ايدي بيخفي سر كبير. ولما كليتوس بيشيل الدم من على بقه بيلاقيه بيتحرك، فبيستغرب وبياكله تاني. وبيروح ايدي وهو متضايق من فينوم لانه اتدخل وبوظ المقابله، وان ده كان اخر لقاء مع كليتوس قبل ما ينفذوا فيه حكم الاعدام. وبيقول لفينوم بسببك مش هنعرف نوصل لاي دليل يوصلنا لمكان الجثث الباقيه، وهتفضل مفقودة للابد. بس فينوم بيتضايق من طريقه ايدي معاه، وبيفكروا انه كان فاشل في حياته قبل ما فينوم يعيش في جسمه، وبيتعصبوا الاتنين على بعض وبيتخانقوا. وفينوم بيضرب ايدي وايدي بيرد له الضرب، وبيرمي فينوم عفش ايدي من الشباك. وبعد خناقه طويله بيقرر فينوم انه ينفصل عن ايدي ويستحوذ على جسم واحد تاني من الشارع، وبيدمر موتوسيكل ايدي وبيكسره. وفي نفس الوقت بيتنفذ حكم الاعدام على كليتوس. ولما بيحقنوه بالماده القاتله كليتوس بيتحول فجاه لوحش من فصيله فينوم اسمه كارنيج، وبياكل كل الضباط اللي في المكان، وبيمشي في ممر السجن وبيقتل كل عساكر الامن، وبيفتح بيبان كل السجون وبيلاقي المساجين واقفين وبيتسقف له. وبيخرج كليتوس من السجن، وفي تاني يوم بيرتب ايدي بيته بعد خناقته مع فينوم. ولما بيتفرج ايدي على التلفزيون بيعرف من الاخبار ان كليتوس هرب من السجن، وبيبقى ايدي خايف عشان فينوم انفصل عنه وبقى ضعيف. وبيكون ايدي متاكد ان كليتوس هيدور على ايدي عشان ينتقم منه. وفجاه باب بيت ايدي بيخبط، وبيكون ايدي خايف لانه فاكر كليتوس. وبيبقى الضابط جرام، وبيبقى مستغرب ان ايدي بيكون دايما ليه صله بالحوادث زي حادث هروب كليتوس من السجن. لكن ايدي بيقول له انه ملوش دعوه باللي حصل، وبيحذره الضابط وبيقول له استخبى عشان كليتوس بيدور عليه. وبيحاول ايدي يفكر بطريقه فينوم، وبيعتقد ان فينوم كان هيحاول يوصل لكليتوس قبل ما كليتوس يوصل له. وبيبدا يدور على اي حاجه توصله لمكان كليتوس، وبيلاقي صوره فيها شجره ووراها دار رعايه اطفال. وفينوم بيكون في حفله تنكريه وبيستمتع بوقته في وسط الناس، وبيكونوا مفكرينه انسان عادي في لبس تنكري، وبيكونوا معجبين باللبس التنكري بتاعه كمان وبيتصوروا معاه. وبيكون كليتوس ضارب واحد وبيلبس هدومه، وبيشوف عربيه بتعجبه وهو ماشي في الشارع وبيسرقها وبيشغلها عن طريق الفضاء اللي عايش جواه. وبيقدر كليتوس يشوف كارنيج في مراية العربية وبيتكلم معاه، وبيتفق انه يساعده يوصل لفرانسيس حبيبته مقابل ان كارنيج يلاقي فينوم ويقتله. وفي الحفلة فينوم بيشوف المغنية بتغني اغنية باسم فينوم، وبيمسك الميكروفون وبيحيي الجمهور، وبيشوف ان اللي موجودين في الحفلة بيحبوه لانهم بيفكروه انسان في زي تنكري. بيخرج من الحفلة حزين وبيتمنى لو ايدي كان شافه وهي الناس بتحبه. وفي دار الرعاية بيلاقي ايدي الشجرة وعليها حرفين محفورين جوه قلب، فبيتصل ايدي بالظابط وبيسأله عن معنى الحروف، وبيقول له جرام انهم بيرمزوا لكليتوس وفرانسيس. وبيبقى ايدي فاكر ان كليتوس بيدور على حبيبته، لكن جرام بيقول له انها ميته. وبيوصل فرانسيس لسوبر ماركت في بنزينه، وبيقتل صاحب المكان، وبيستخدم كارنيج اللابتوب بتاعه وبيعرف المكان السري اللي فيه فرانسيس. وفي السجن الخاص بتتكلم الدكتوره مع فرانسيس وبتقولها ان حبيبها مش هيلاقيها، لكن فجاه بيظهر كليتوس جوه السجن قدام الدكتوره وبيقتلها وبيحرر حبيبته بعد فراقهم مده طويله. وبيحاولوا يهربوا بالعربيه وبيطاردهم الشرطه، ولما بتحاول تستخدم صوتها عشان تدمرهم بتأذي كارنيج لان الصوت العالي من نقاط ضعفه، وبيطلب منها انها ما تستخدمش صوتها تاني. وبيدخل فينوم السوبر ماركت عند تشين وبيطلب منها ياكل، وبيكون ضعيف جدا. وبيوصل جرام للسجن اللي كان فيه فرانسيس عشان التحقيقات، والمساجين بيكونوا خايفين وبيعرفوه ان كان فيه وحش. وبيطلب جرام من رجالته تقبض على ايدي، وبيدخل جرام يحقق مع ايدي وبيسأله ازاي كليتوس بيخلي الناس كلها تتوهم انها شايفه وحش. وبيفتكر ايدي كليتوس لما عضه لما كان بيعمل معاه لقاء، وبيكمل جرام كلامه وبيقول له ليه كليتوس كان رافض يتكلم مع غيرك، وليه طلبك تحضر اعدامه، وكمان في جثث كتير كانت في مبناك السنه اللي فاتت وانت الوحيد اللي بتكون موجود في اي موقع جريمه. وايدي بيرفض يتكلم وبيطلب يعمل المكالمه التليفونيه بتاعته.
وبتتصل على آن الوحيدة اللي بيثق فيها، وبتروح له مع خطيبها دان، وبتطلب من الضابط انها تتكلم مع ايدي لوحدها، وبيقول لها ان فينوم منفصل عنه، وبيطلب منها تلاقيه وترجعه له. وبتروح للسوبر ماركت عند تشين لان ايدي قال لها ان فينوم هيكون هناك عشان ياكل حلويات. ولما فينوم بيعرف ان حياة ايدي في خطر بيظهر وبيشتكي الآن من معاملة ايدي ليه، وبيكون رافض يساعده، لكن آن بتعرف تقنع فينوم انه ينقذ حياة ايدي بطريقتها الخاصة. وبيحرق كليتوس دار الرعاية، وبيتفق مع فرانسيس وكارنيج ان فرانسيس تقتل جرام وكليتوس يقتل ايدي وكارنيج يقتل فينوم. وبترجع آن لإيدي وبيكون فينوم مستحوذ عليها، وفينوم بيشيل إيدي ويهربوا من السجن. ولما بيهربوا فينوم بيرفض يتكلم مع إيدي بدون ما يعتذر، وبتعرف آن تقنع إيدي إنه يعتذر لفينوم، بس لما بيعتذر له فينوم ما بيقبلش الاعتذار لأنه ما عجبوش طريقة إيدي. وإيدي بيحاول لحد ما فينوم بيوافق يتنقل لجسم إيدي، وبيروح فينوم يضرب دان حبيب آن وبيقول له إنه مش آسف لأنه ما بيحبوش عشان خد آن منهم. ولما بيوصل جرام لبيته بيلاقي كليتوس مستنيه قدام البيت وبيخطفه، وبتروح فرانسيس لشقة إيدي عشان تخطفه هو كمان، لكن بتلاقي خاتم جواز جنب صورة آن وبيكون عنوان بيتها في الصورة. وبتروح فرانسيس لبيت آن وبتخطفها، وبتسيب رسالة مع دان يوصلها لإيدي عشان يروح ينقذها. وبيتصل دان بإيدي وبيقول له إنهم خطفوا آن وقال له على مكانهم. وبيكون كليتوس وفرانسيس عاملين حفل زفاف في كنيسة لحد ما يوصل إيدي، وبيكون معاهم آن وجرام مخطوفين. ولما بيوصل إيدي بيكون فينوم واخد شكله، وبيتحول كليتوس لكارنيج وبيلقب فينوم بوالده. ولما فينوم بيشوفه بيخاف لان كارنيج بيكون قوي، وايدي بيتحايل على فينوم عشان يستحوذ على شكله تاني، وبيقول له هسيبك تاكل اي حد يعجبك هنا، وبيوافق فينوم وبيرجع لشكله. ولما بتصرخ فرانسيس في فينوم بيضربها كارنيج عشان تسكت لانها بتأثر عليه هو كمان، وبيحارب فينوم وكارنيج بعض في قتال عنيف وبيدمروا المكان. ولما بتحاول فرانسيس انها تنتقم من جرام وتقتله بقوتها بيزعق لها كارنيج وبيقول لها ما تصرخيش، وبياكل كارنيج راس الكائن عشان يزود طاقته، وبيرجع للقتال مع فينوم، وبيستغل جرام اللي بيحصل وبيهرب من فرانسيس، بس بتيجي من وراه بتضربه في كتفه وبتخرم عينيه عشان تنتقم منه لان هو السبب انها بتشوف بعين واحده. وبيظهر دان وبيرمي جاز على كارنيج وبيولع فيه، وبتيجي الساعه 12 وبيرن جرس الكنيسه الضخم، وبيأثر صوت الجرس على فينوم وكارنيج، وبيظهر جسم ايدي وكليتوس وبيضربوا بعض. وبيعرف كليتوس انه يضرب ايدي، وبتقدر فرانسيس تلف سلسله حديد على رقبه جرام وبتشنقه. وكليتوس بيقول لايدي انه مش مجنون بس هو بينتقم، وبيتحول لكارنيج تاني وبيحاول يقتل آن، والحيطان بتقع على ايدي. وفي الوقت ده بيظهر فينوم عشان ينقذ ايدي، لكن فينوم بيكون تعبان ومش قادر يرفع الصخور من عليه، وكارنيج بيمسك فرانسيس عشان يقتلها لانها بتأثر عليها بصوته العالي. وبيقول ايدي لفينوم ان كارنيج وكليتوس عكسهم ومش متفاهمين مع بعض، وبيقدر فينوم يقوم عشان ينقذ آن، وبيضرب كارنيج وبيغرس حديدة في ظهره، وبيحرر فينوم آن وبيسلمها لدان. وبيرمي فرانسيس من على برج الكنيسة وبتصرخ بصوت عالي، وبيقع عليها جرس الكنيسة وبتموت. وبينفصل الكائنين عن بعض، وبيقع كليتوس على الأرض وعظم جسمه بيتكسر. وبيعرف فينوم انه ينقذ حياة ايدي على آخر لحظة، وبيحاول كارنيج انه يوصل لجسم كليتوس عشان ينقذه، بس فينوم بيمسك كارنيج وبياكله. وكليتوس بيقول لإيدي انا بالوحش او بدونه قاتل، وبيقول له انه كان عاوز انهم يكونوا اصحاب، وايدي بيعتذر له، وفينوم بياكل راس كليتوس. والشرطة بتوصل وبينفصل ايدي عن آن ودان عشان الشرطة بتدور عليه، وبنشوف جرام وعينيه بتنور وما بنكونش عارفين لو بقى في عنده قدرات خارقة ولا لا. وبيقول فينوم لإيدي انه لازم ينفصل عن ايدي عشان الشرطة بتدور عليه، وايدي بيقول له انهم هيفضلوا دايما مع بعض. وبيتأثر فينوم وبيقول انه بيحب وجوده مع ايدي، وبيوديه للشاطئ عشان يحقق امنية فينوم، وهي انه يحس بالهواء والرملة بتوع البحر. وبيقرروا انهم يبقوا ابطال خارقين ويحققوا العداله، وبيكونوا في اوضه وفجاه بيتنقلوا لعالم مختلف مع كائن محبوس في الفضاء واسمه نول، ومسمي نفسه اله الفراغ ومدمر الكواكب. وبنعرف ان اللي حبسوا كده هم السيمبيوت اللي هو صنعهم، وكان معتبرهم اطفاله. وفي خلال معركه ليه مع مقاتلين النور، السيمبيوت استغلوا الفرصه وخانوه، وقدروا انهم يتخلصوا منه ويحبسوه في السجن اللي هو محبوس فيه حاليا، وفي جهاز اسمه الكودكس، ويبقى هو ده مفتاح حريه نول. وطبعا واحد في قوه نول ما حبش فكره انه محبوس، فصنع مجموعة وحوش مرعبة وقادرة انها تخلص على السيمبيوت بكل بساطة، وكلفهم بمهمة واحدة بس، وهي انهم يبحثوا عن الكودكس في كل خرم في الكون علشان يحرروه، ومقابل حريته هيكافئهم بانه مش هيخلص عليهم. وطبعا يعني كان مستني حريته بفارغ الصبر علشان يخلص على كل ابنائه السيمبيوت، وفتح بوابات لكائناته الغريبة دي علشان تبدأ رحلة بحثها عن الكودكس. وفي نفس الوقت ايدي وفينوم كانوا قاعدين في حانة في المكسيك، ومن الواضح انهم مش طايقين بعض، بس مضطرين يستحملوا بعض لانهم عايشين في جسم واحد. وعلشان ينسوا الهم اللي هم فيه شوية، طلبوا من البارمان انه يقدم لهم مشروب قوي شويتين او 3، بس الراجل كان مصدوم منهم ومن تصرفاتهم ووقف ساكت. وفينوم دخل بنفسه وبدأ يجهز المشروب اللي نفسه فيه، وبعد ما خلص وشربه وحس ان باله ارتاح، لقى فيه خبر في
التلفزيون بيقول ان ايدي بروك قتل ضابط شرطه اسمه مولي، فمزاجهم اتعكر تاني، وده طبعا لانهم ما قتلوش حد، بس دلوقتي هم بقوا مطلوبين للعداله. ولما فكروا شويه يروحوا فين لقوا قدامهم تمثال الحريه، فجالهم فكره انهم يروحوا نيويورك، وده لان فينوم كان نفسه يزور تمثال الحريه من زمان. وهما ماشيين فينوم ساب حساب المشروب على البار وثبته بقطعه من جسمه، وبداوا رحلتهم. وكانوا ماشيين في شوارع المكسيك الفاضيه فسمعوا صوت كلاب عالي، فعرفوا ان في حد محتاج مساعده، فقالوا يضربوا عصفورين بحجر واحد، أو يساعدوا المظلوم وياكلوا دماغ الظالم. وده لأن فينوم كان جعان بصراحة. ولما وصلوا للصوت لقوا كلاب كتير محبوسة في أقفاص، وكانوا لسه هيحرروها لكن ما لحقوش لأن في عصابة دخلت عليهم وسألوا إيدي أنت بتعمل إيه هنا؟ فإيدي قال لهم أنا حاسس إن من نظراتكم دي المفروض إني أخاف، صح؟ فقالوا له كلك نظر، وبصراحة احنا دلوقتي مضطرين نتخلص منك لان ما ينفعش نسيبك تخرج من هنا. وكلهم طلعوا اسلحتهم، وايدي قال لهم انا بنصحكم تحرروا الكلاب وتبعدوا عن طريقي. وزعيمهم ما حبش نبرة التهديد دي فطلع سلاحه وجرح ايدي في وشه. وطبعا فينوم ما تفهمش وضرب الاخ ده فطيره، وبسرعه فينوم اتحول لكامل شكله وحاولوا انهم يقتلوه لكن ما تاثرش بوه ولا طلقه، وقال لهم تعالوا بقى يا ابطال. وبدون اي تفاهم عمل منهم بطاطس محمره، وكمان حرر الكلاب علشان تنتقم منهم وتاخد حقها. وبعد ما تهانوا فينوم مسكهم وايدي ظهر وقال لهم للاسف انتوا دلوقتي وجبه لفينوم وانا ما اقدرش امنعه من غداه. وطبعا مش عاوز اقول لكم فينوم عمل ايه في ادمغتهم، وحرروا الكلاب كلها ومشيوا. واول ما مشيوا اتضح ان في واحد من الكائنات التابعه لنول كان وراهم وبيراقب ايدي، بس لسه مش قادر يحدد مكان المفتاح. وكمان في منظمة أمنية شافت إيدي في كاميرات المراقبة وحددت مكانه، وبسرعة اتصلوا بجنرال ستريكلاند وبلغوه بموقع إيدي اللي كانوا في لحظة عنده بقوة كبيرة من الجنود. والبارمان خد باله من الجزء بتاع فينوم وكان لسه هيلمسه، لكن جنرال سترايك وصل في وقته وحبس الجزء ده في عبوة واحتفظ بيه. وسأل صاحب البار عن إيدي فقال له كان انسان غريب ومش طبيعي، هو بيطلع منه ادرعه كتير كده لونها اسود. وسترايك امر رجالته انهم يقبضوا عليه وخدوه معاهم ومشيوا. ودي بنته نايمه وبتبص على جمال السما مع اخوها، وفي خلال ما هم مستمتعين فجاه بيلاقوا عاصفه قويه داخله عليهم، فحاولوا انهم يرجعوا لبيتهم بسرعه لكن وهم بيهربوا العاصفه ضربتهم وتسببت في موت الولد، والبنت هي اللي نجت. وهنعرف في الاخر ان ده حلم واللي بتحلم بيه الدكتوره اسمها باي، وقامت من نومها مفزوعه بسبب الحلم المزعج ده، وده لانه كان حصل في حياتها وهي صغيره فعلا اخوها مات. المهم انها راحت لشغلها اللي في منطقه سريه لانها منظمه للقبض والتعامل مع اي كائن غريب عن البشر، واسمها المنطقه 51. ودكتور بيت دخلت بعربيتها على اسانسير ونزلت حوالي 50 متر تحت سطح الارض، وهناك قابلت الجنرال سترايك اللي من الواضح انه شغال معاها في نفس المنظمه، ووظيفته هي القبض على الكائنات الفضائيه اللي بتهدد الكوكب. والضابط مولي اللي اتهموا ايدي انه قتله في اول الفيلم خدوا جسمه في المنطقه 51 وحقنوه بواحد من السيمبيوت اللي محبوسه عندهم. وفعلا الكائن ده قدر انه يحافظ على حياه مولي ويرجعه تاني بدون اي جرح في جسمه. والدكتور باي وجنرال سترايك راحوا يقابلوه علشان يسالوه ازاي مات على ايد ايدي وفينوم، واكتشفوا ان اللي قدامهم مش مولي، وان السيمبيوت اللي دخل جواه هو اللي استحوذ على جسمه. وقرب منهم وقال لهم كل السيمبيوت اخواتي اللي محبوسين هنا هيموتوا لو ما اتحرروش. فسالوه انتوا جيتوا هنا عاوزين ايه؟ والسيمبيوت قال لهم بنهرب ومحتاجين مكان امن نعيش فيه. ودكتور باي سالته بتهربوا من مين؟ فقال لها من نول الوحش اللي صنعنا، وهو دلوقتي بعت مخلوقات مرعبه تبحث عننا وهيوصلوا لنا قريب، ولما يوصلوا لنا هيقتلونا كلنا. وايدي وفينوم علشان يوصلوا لنيويورك قرروا انهم يتشعبطوا في طياره، وايدي حس انه خلاص بينهار وقال لفينوم انه مش مستحمل اللي بيحصل فيه، وفينوم علشان يحميه اتحول لكامل هيئته. ووقتها واحد من الكائنات بتاعت نول قدروا انه يحدد مكانهم واتحرك بسرعه مرعبه، وهو في لحظه وصل لهم فوق الطياره. وطبعا ايدي جاب ميه من كل حته من الخضه وسال فينوم ايه ده، بس لقى فينوم هو كمان جايب ميه من كل حته. والكائن ده من الواضح انه اقوى منهم بمراحل، بس فينوم قدر انه يشغل دماغه ولبس الكائن ده في مروحه الطياره فاتفتت ليه 100 قطعه ووقع في الارض. وفينوم اعتذر لايدي وقال له للاسف انا مضطر اختفي، وايدي ملحقش يعترض ولقى فينوم اختفى وهو بيطير من فوق الطياره، وخلاص شاف الموت بعينه 3 مرات لحد ما فينوم لحقه وعمل نفسه باراشوت علشان ينقذه. ودول عيله ماشيين مع بعض في طريقهم للمنطقه 51، وده لان الاب مارتن وزوجته نوفا وعيالهم الاثنين كان حلم عمرهم انهم يشوفوا اي كائن فضائي ولو مره واحده في الحياه. وهم في طريقهم القطع بتاعت الكائن اللي اتفرتك ووقعت فوقهم، بس اتفادوها وما اهتموش بيها لانهم مش عارفين ايه ده اصلا، وكملوا طريقهم عادي. واللي مش عادي ان الكائن ده ما كانش لسه مات وجمع جسمه تاني كأن ما حصلش فيه اي حاجه. وايدي لما وصل للارض سأل فينوم ايه ده،
وايه اللي حصل وليه الكائن ده بيحاول يقتلنا. وفينوم من كتر ما هو خايف طلع براسه علشان يطمن ان محدش هيسمعه، وقالوا دي مخلوقات اسمها الزينوفيج، وبيطلق عليها برضه الصائد السيمبيوت، واللي صنعهم هو نفس الشخص اللي صنعنا، ودلوقتي هو عاوز يتحرر وينتقم مننا لان احنا خناه وحبسناه على سجن اسمه الكنتار. وكمل كلامه وقال له ان نول محتاج مفتاح اسمه الكودكس علشان يتحرر من سجنه، والمفتاح ده جوه جسمك. وايدي ساله المفتاح ده دخل الجسم ازاي، وفينوم قال له لما انت مت قبل كده انا كان لازم ارجعك للحياه، ولما رجعتك للحياه قوتنا اتحدت مع بعض، ودي بينتج عنها اننا بنصنع الكودكس، والكودكس هو مفتاح سجن الكنتار. وايدي قال له بس انا ما متش قبل كده، فقال له لا انت مت مره. وفكروا لما كانوا بيحاربوا واحد من السيمبيوت في الجزء الاول برضه واتقتل مره، وفينوم رجعه للحياه، واللي ما شافش الجزء الاول والتاني هسيب لكم اللينك بتاعهم في الوصف. المهم ان فينوم قال لايدي ان مخلوقات الزينوفيج ما بتقدرش تشوف مفتاح الكودكس اللي في جسم ايدي الا لو فينوم خد كامل هيئته، وعلشان كده ما ينفعش فينوم يتحول لشكله الكامل خالص لحد ما يتخلصوا من الورطه اللي هم فيها دي. وايدي ساله ازاي نتخلص من الكودكس، وفينوم رد عليه وقال له طول ما انا وانت احياء الكودكس هيفضل موجود، والحل الوحيد علشان الكودكس يتدمر هو لازم حد مننا يموت. وطبعا الفكره دي ما عجبتش حد منهم، وكملوا مشيهم في الصحراء اللي وقعوا فيها لحد ما قابلهم حصان وفرحوا بيه جدا. وفينوم احتل جسمه وسيطر عليه وخد ايدي فوقه ومشي بيه بسرعه مهوله، كان سريع جدا لدرجه انه طير ايدي من فوقه. والجنرال سترايك نزل مع الدكتور باي للدور محظور، دخلوه علشان يشوفوا باقي المخلوقات السيمبيوت اللي محبوسه عندهم. ودكتور باي كانت مصدومه من قصتهم انهم بيحاولوا يهربوا علشان يلاقوا مكان امن، بس الجنرال سترايك ما كانش مصدقهم وقال لها مش طبيعي انهم ينزلوا بنيزك على الارض وكلهم يخرجوا منه احياء، دول جايين الارض علشان يحتلوها. وقطع كلامهم واحد من الجنود بلغ الجنرال سترايك بان جالهم بلاغ ان في كائن اسود نط من فوق طياره كانت رايحه لنيويورك، فجمع قوه وراح للمكان اللي ممكن يبقى فينوم وايدي فيه. وفي نفس الوقت فينوم كان واقف بيرتاح شويه وبيشرب ميه، لكنه ملحقش يرتاح كتير لان الجنرال سترايك كان خلاص وصل وراهم واستخدم اسلحه بتعمل موجات صوتيه، وده لان الصوت بيأثر على كل مخلوقات السيمبيوت. وفعلا فينوم اتأذى من الصوت ورمى ايدي في الميه، وهو كمان ساب الحصان وطار ورا ايدي علشان ينقذه، بس الميه كانت سريعه جدا وبتسحب ايدي بشكل سريع، وفينوم ما كانش عارف يلحقه، غير ان في قوات من الجيش نطت ورا ايدي وكل مهمتهم انهم يخلصوا عليه. وايدي وهو بيحاول يهرب في جندي مسكه وحاول انه يقتله، لكن ايدي قدر انه يدافع عن نفسه وهو اللي قتل الجندي ده بالغلط، والجندي ده طلع بنت. وطبعا ايدي حس وقتها بالذنب لانه ما بيقتلش حد، وهو واقف مصدوم في واحد تاني مسكه علشان يخلص عليه. وفينوم بدأ يشغل دماغه وسيطر على سمكة ونط منها سيطر على ضفدع، واتحرك بيه بسرعة لحد ما وصل لإيدي، إلا أول ما وصل له اتحول لكامل جسمه. وإيدي قال له لا الكائنات دي هتوصل لنا، وفينوم قال له هو ده المطلوب، غير انه مستحيل اسمح بموتك. وبسرعه مخلوق الزينوفيج قدر انه يحدد مكان الكودكس اللي هو المفتاح اللي في جسم ايدي، ولانه سريع جدا في لحظه كان وصل عندهم. وفي نفس الوقت الجنود كانوا خلاص كهربوا فينوم وقدروا انهم خلاص يقبضوا عليه، لكن الزينوفيج لما وصل دخل بينهم وفينوم قدر انه يهرب. والجنود طبعا حاولت تقتل الكائن الغريب ده وتشغلوا معاه، وفينوم عمل نفسه الزعنفه وطار هو وايدي من المكان. وطبعا الكائن ده خلص على الجنود وبرضه معرفش يوصل للمفتاح، وده لان فينوم رجع اختفى تاني، وبكده الكائن مش هيعرف يوصل للمفتاح، فساب المكان ومشي. وطبعا الجنرال سترايك شاف كل اللي حصل واتصل بدكتور باي وقال لها ان في كائن فضائي مرعب اشبه بآلة القتل ظهرت وخلصت على كل رجالته. وايدي لما هرب قال لفينوم ان دول مش من الشرطه، وقال له احنا كده مطاردين من الشرطه وجيش الولايات المتحده وكمان مخلوقات فضائيه، ومشي وهو لسه حاسس بالذنب ومش قادر يسامح نفسه انه قتل شخص بايده. ودكتور باين راحت للسيمبيوت اللي عايش في جسم الضابط مولي وقالت له ان الكائنات اللي هو خايف منها وصلت للارض وقتلوا ناس، فتحول لشكله الحقيقي وقرب منهم وكان شكله مختلف عن فينوم. المهم ان السيمبيوت قال لها انا حاسس بكل اهلي من السيمبيوت اللي محبوسين عندك، واللي نول بيبحث عنه مش واحد منهم، نول بيبحث عن الاسود لانه هو الوحيد اللي معاه الكودكس، ولما نول يتحرر هيدمر اي حياة في الكون كله مش كوكبكم بس، ولازم انتوا اللي تساعدوا فينوم علشان نول ما يوصلش للكودكس. فقالوا له طب نساعده ازاي؟ فقال لهم الحل الوحيد انكم تقتلوهم او تقتلوا واحد منهم علشان الكودكس اللي في جسمهم يموت. وبسرعه الجنرال سترايك اتحرك وهو في دماغه مهمه واحده وبس، وهي قتل فينوم وايدي اللي كانوا في نفس الوقت بيتمشوا بلا هدف لحد ما لقوا نفس العيله دي مخيمه وريحتهم معاهم اكل.
وإيدي راح لهم فرحبوا بيه ووافقوا انهم يستضيفوه. وفينوم حب ياكل دماغ ولا يعني اي حاجه كده على الماشي، سناكس كده على الماشي، بس ايدي قال له اياك تفكر حتى. ومارتن رحب بايدي في وسط عيلته وقدم له اكل، ولما عرف ان ايدي رايح لنيويورك قال له انا ممكن اخدك معايا لحد فيجاس. وكلهم ركبوا عربيتهم واتحركوا مع بعض علشان يكملوا رحلتهم. والعيله كانوا مبسوطين مع بعض جدا لدرجه ان فينوم في لحظه هدوء قال لي ايدي احيانا كنت بعتقد ان حياتنا كانت هتبقى اجمل لو كانت شبه دي. ويقصد بشبه دي ان ايدي يكون اسره. وبعد رحله طويله اخيرا وصلوا ونزلوا ايدي علشان يكمل طريقه. وقبل ما يمشي مارتن ودعه كمان اداله جزمه يلبسها وفلوس يصرف منها. وبعدها سال ايدي هنعمل ايه دلوقتي، وايدي قال له احنا معانا $20 بس ودي مش هتنفعنا في حاجه، فممكن نسرق عربيه. وفينوم قال له انا كائن فضائي وهقدر اتحايل على النظام، يلا نلعب بآلة القمار $20 دي وانا هخليك غني جدا. ولما حبوا يدخلوا الكازينو الامن منعهم لانهم لازم يلبسوا بدله، فشافوا راجل بيفك عن نفسه في جنب، ولما راحوا يكلموه طرطشهم. المهم ان فينوم ضربه وسرقوا بدلته وحاولوا يدخلوا الفندق تاني فرحبوا بايدي وكان احلى ترحيب كانه رجل اعمال. وفينوم بسرعه دخل على آلة القمار وحط $20 كلهم وفضل يلعب بيهم لحد ما طبعا انتم متوقعين ان اقول لكم كسب. في الواقع هو لعب بيهم لحد ما خسرهم كلهم، وطبعا اتضايق وكان عاوز يكسر الآلة خالص. بس فجأة ايدي شافت تشين جنبه، واللي مش فاكر مين تشين دي هي نفس صاحبة البقالة اللي كانوا بيتعاملوا معاها في الجزء الأول. وفرح جدا بأنه شافها، وهي كمان فرحت جدا بيه وقالت له إنها كسبت جناح كامل في الفندق من القمار، وقالت له اطلع ارتاح في الجناح بتاعي وروق على نفسك. وفي نفس الوقت كاميرات المراقبة شافته، وطبعا الجنرال سترايك عارف مكانه وبدأ يتحرك بقوة كبيرة علشان يقبض عليه. وطبعا تشين عارفة إن فينوم عايش جوه جسم ايدي وطلبت منه يظهر بشكله الحقيقي علشان ترقص معاه. وفينوم فرح بكده وتحول في لحظة. وطبعا الكائن ده قدر انه يحدد مكان المفتاح في نفس اللحظة اللي فينوم اتحول فيها. وفينوم لسه مستمتع بوقته وبيرقص مع تشين، او هو مش رقص، دي حركات انا مش فاهم بتدل على ايه بصراحة، بس فينوم وهو بيعملها كان شكله مسخرة لحد ما لقى الكائن ده بيهجم عليهم وبسرعة اختفى. وبكده الكائن ده مبقاش شايف المفتاح وما بيقتلش اي حد مسالم، فسابهم ومشي تاني. وايدي ملحقش يفرح لان قوات الجيش كانوا وصلوا بسرعة ونزلوا فوق راسه وبسرعة عرضوه لموجات صوتية ففصلت فينوم عنه وحبسوه لوحده وخدوا ايدي معاهم ومشيوا علشان يرجعوا للمنطقة 51. والكائن ده لما شافهم راح وراهم ونزل لتحت الارض وراهم قبل ما يقفلوا البوابة. والعيلة دي اخيرا وصلت للمنطقة 51 هي كمان، واتسللوا لجوه على امل انهم يشوفوا اي فضائي فيها. وفينوم اتحبس في عبوة زي اخواته ونزل للمخزن اللي كلهم محبوسين فيه. ومارتن خد عيلته وطلعوا البرج مراقبة علشان يشوفوا المكان بالكامل، ومن فوق شافوه فاضي كأنه مهجور، فحسوا بالحزن لأنهم اعتقدوا إن رحلتهم كانت في الفاضي لأنهم لقوا المكان مهجور. وإيدي لما فاق لقى نفسه محبوس ومولي محبوس في الغرفة اللي جنبه، فاتصدم وقال له طب ما انت ما متش اهو، انت بتعمل ايه هنا؟ والسيمبيوت ظهر بشكله عادي وقال لإيدي في جيش من السيمبيوت معانا في المبنى، وكل اللي مطلوب منك انك تحررهم علشان نحميك انت والمفتاح. وايدي ملحقش يفكر لانه لقى دكتور بين ومساعدتها وصلوا له، وهو ملحقوش يتكلموا لانهم لقوا الجنرال سترايك وصل ومعاه رجالته وقال لهم انتوا خلاص مطرودين من دلوقتي. وطلع ايدي وقال له انت لازم تموت وانا اللي هقتلك لانك قتلت واحده من فرقتي. وضربه بطلقه، وبسرعه مساعده بين اتحولت لفينوم اللي اتضح انها حررته، وضربت بعض العساكر وسابت فينوم يرجع تاني لجسم ايدي، وخد كامل هيئته علشان ينقذه من الطلقه اللي دخلت جسمه. وطبعا اول ما خد شكله بالكامل الكائن ده عرف مكانهم وهجم عليهم وخلص على جنود كتير من اللي موجودين. وفينوم كل ده واقف مصدوم، وبسرعه اللي مسيطر على جسم نول خرج علشان يحمي فينوم، لكن الوحش ده مسكه وحطه في بقه ففرمه. ودكتور بين هربت وحررت كل السيمبيوت علشان يساعدوا فينوم اللي وهو بيهرب اختفى تاني في جسم ايدي علشان الكائن ما يعرفش مكانه. والكائن كان بيقتل اي حد بيقف في طريقه، وفي 2 من السيمبيوت سيطروا على جسم موظفين واتحركوا بسرعه علشان يخلصوا على الكائن المرعب ده، بس كان صعب عليهم وان كائن واحد بس من دول قوي جدا وما بيتهزمش، مع ان في جيش من السيمبيوت بيحاربوه. وفينوم كان لازم يهرب فتحول علشان يقدر يطلع من تحت الارض، ومجموعة تانية من السيمبيوت اتحدوا معاه وكلهم دمروا المكان مع بعض علشان يقدروا يخرجوا منه. وطبعا الكائن ده وراهم، وكل ده مارتن شافه وبدأ يرجع له الأمل إنه أخيرا هيشوف فضائيين، بس كانوا مرعوبين لأنهم لقوا نفسهم في وسط أرض المعركة والسيمبيوت كلهم اتجمعوا مع بعض وهجموا على الوحش على أمل إنهم يهزموه، وكمان معاهم الجيش بيحاولوا، بس الموضوع كان صعب جدا عليهم وكان بيقتل فيهم بكل بساطة. وإيدي وهو بيهرب من المكان مارتن وزوجته وعياله شافوه ففضلوا ينادوا عليه، فرفض يسيبهم ويهرب وطلع لهم بسرعة علشان يساعدهم يهربوا.
ووقتها عرفهم انه معاه فضائي وقال لهم ما تخافوش ده البيست فريند بتاعي. وفي خلال كل ده في معركة جحيم شغالة تحت، وكل ده علشان يقتلوا واحد بس من الكائنات دي. والجنرال سترايك اتغاشم وضرب الكائن بالRPG، وبسبب النار بتاعة الانفجار قتل واحد من السيمبيوت، وكمان دمر البرج اللي فينوم والعيلة دي واقفين عليه، وكلهم وقعوا وكانوا خلاص هيموتوا. بس فينوم انقذ 2 وفي 2 كمان من السيمبيوت انقذوا الاب والام. والسيمبيوت قال لسترايك ان احنا بنساعد بعض ومش اشرار. والكائن ده بعد ما اتفرتك بسبب الانفجار رجع جمع اجزائه تاني قدام الكل اللي كانوا مصدومين منه انه ما بيموتش، وفجأة عمل صرخة استغاثة علشان يستدعي باقي اصحابه. ونول سمع الصرخة دي فبعت مجموعة من نفس الكائن علشان يساعدوه، وكل ده على امل انهم يرجعوا له الكودكس. والمعركة بقت مرعبة وصعبة جدا، وخاصة ان الكائنات دي ما بتموتش ومش ناوية تستسلم، وفي كتير من السيمبيوت بيموتوا مع البشر اللي مستضيفينهم. وعلشان كده ايدي قرر انه يضحي بنفسه علشان ينقذ الباقي، وركب موتوسيكل وطلب من فينوم انه يتحول لكامل هيئته علشان يشد انتباه الكائنات دي ويحمي اي حد يقدر يحميه منهم. والكائنات دي فعلا طارت وراه، والجيش بقى بيحاول يطاردهم ويضربهم على قد ما يقدر، وهم طايرين بكل سرعتهم ورا ايدي وفينوم. دكتور بين خدت العيله دي علشان تبعدهم عن المكان ووصلتهم لعربيتهم علشان يهربوا. وايدي استدرج الكائنات دي لحد مكان مليان متفجرات، وبعد كده رجع لطبيعته، فما بقوش عارفين يوصلوا له ووقفوا يبحثوا عنه، والطيران فجر المتفجرات دي، وبكده اعتقدوا انهم قتلوهم. لكن للاسف ما حصل لهمش اي حاجه، وبالعكس هم اللي هجموا على الطياره ودمروها، وكمان طعنوا الجنرال سترايك في ظهره. وايدي قرر انه يعمل اي حاجه علشان يخلص منهم، وفي واحد من السيمبيوت راح وراه علشان يساعده، وهجموا على الكائن ده بطريقه قويه وقدروا انهم يقطعوا راسه من جسمه. والسيمبيوت قطع أدرع الكائن ده علشان ينقذ الجنرال والجندي اللي معاه، وخدوهم بعيد عن ارض المعركه. والكائن ده هجم على ايدي وكسر له دراعه، وكان لسه هيفرمه بس ملحقش، وده لان مارتن فجر راس الوحش. وطبعا الراس وهي متفرتكه كانت بتبص له بصه مرعبه، فاعتذر لها وهرب من المكان. والوحوش دي لسه شغاله قتل في اي سيمبيوت بيقابلهم او بيقف في طريقهم. وفينوم سحب ايدي من ارض المعركه واستخبوا في طياره، وكانوا شايفين اكتر من 6 من الكائنات دي في المكان، وطبعا بيبحثوا عن الكودكس اللي في بطن فينوم وايدي. وهما الاتنين جالهم فكره علشان يتخلصوا من الكائنات دي، وفينوم مشي قدامهم وتحول لكامل هيئته، واول ما قربوا منه مد جسمه وقدر انه يضمهم كلهم ليه. وكانوا بيحاولوا يهربوا من شباكه، بس فينوم جمعهم كلهم في جسمه اللي بقى عملاق جدا بيهم، ودخل بيهم تحت محلول بيسيح اي حاجه بيقع عليها. وقبل ما الجنرال سترايك يفتح المحلول فينوم طرد ايدي من جسمه وقال له عمري ما هنساك. وجنرال سترايك فتح المحلول اللي نزل فوقهم ودوبهم، وفضل يسيح فيهم بطريقه بشعه. وفي خلال ما هما بيموتوا فينوم مد دراعه ومسك باب مصفح وحطه فوق ايدي علشان يحميه، وودعه وكسر مواسير المحلول علشان تنزل فوقهم بكميه كبيره. ونول حس بموت فينوم فتعصب وكان متضايق جدا. وايدي شاف فينوم وهو بيتعذب تحت المحلول وبيموت، وما كانش عارف يتصرف ازاي او يعمل ايه. ودكتور بين كانت بتحاول تهرب مع مساعدتها بس ما قدروش يهربوا لان الانفجار اللي حصل كان قوي، فطلعت عبوه من جيبها فيها سيمبيوت وسابته يسيطر عليها، وقوته كانت السرعه، وبسرعه انقذت صاحبتها وهربوا من المكان. واول ما فينوم مات نور رجع تاني اتحجر ونام في مكانه علشان يعني المفروض انه يفضل محبوس للابد. وطبعا ايدي نجا من الانفجار بسبب الباب اللي فينوم حاطه عليه. واخيرا الكائنات دي ماتت وايدي فقد الوعي، ولما فاق لقى جنرال في الجيش قاعد جنب سريره في المستشفى وقال له البلد بتشكرك بسبب شجاعتك، وانت حر علشان تبدا حياه جديده من دلوقتي، وكل اللي حصل اعتبره ما حصلش، ولو حكيت لي اي حد عنه هنجيبك ومش هتشوف ضوء الشمس تاني. وايدي بقى في كل لحظه عايش فيها بيفتكر كل ذكرياته الجميله مع فينوم، وكان حزين جدا على موته، وراح هو لتمثال الحريه علشان يشوفه ويحقق لفينوم امنيته. ونور رجع فاق تاني وهو بيقول للارض ان بطلكم مات خلاص، ودلوقتي كوكبكم بقى ملكي وهدمره، هي مساله وقت مش اكتر.